السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. العمري فاروق رئيس بعثة الأهلي في السودان يؤكد للاعبي الفريق على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية في مواجهة الغد والتركيز في الملعب فقط لتحقيق الفوز. مارسيل كولر يفاضل بين مروان عطية وأليو ديانج لتواجد أحدهم بجانب حمدي فتحي في لقاء الغد. السفير المصري بالسودان يحضر مران الأهلي الأخير قبل مباراة الهلال لدعم الفريق. مارسيل كولر يدرب لاعبي الأهلي على التسجيل من الكرات الثابتة والكرات العرضية قبل مواجهة الغد. بعض جماهير الأهلي تحضر مران الفريق الأخير لإشعال حماس اللاعبين قبل مواجهة الغد. صن داونز الجنوب أفريقيا يفوز على القطن الكاميروني بسهولة تامة وينفرد بصدارة مجموعة الأهلي بعد تحقيق 6 نقاط في مباراتين. جماهير الهلال السوداني تطالب لاعبيها بالرد على الكاف في مواجهة الغد وتقديم مباراة تاريخية بعد منعهم من الحضور لشحن لاعبيه. نائب رئيس الهلال للاعبي الفريق قبل مواجهة الغد: أنتم مطالبين بالفوز على الكاف غدا وليس الأهلي فقط، وننتظر قتالكم في الملعب غدا. شركة تذكرتي تطرح تذاكر بطولة أفريقيا للشباب بأسعار تبدأ من 50 جنيه وحتى 350 جنيه. واتحاد الكرة يناشد الجماهير المصرية لحضور البطولة ودعم المنتخب الوطني. الزمالك يفلت من الخسارة بنتيجة كبيرة أمام المريخ السوداني في المباراة التي ظهر فيها الأبيض بأداء متواضع وأنقذ فيها عواد أكثر من هدف مؤكد. انتقادات عنيفة من جماهير الزمالك على مواقع السوشيال ميديا للاعب الأبيض بسبب الأداء الهزيل أمام المريخ وخسارة نقطتين جديدتين في دور المجموعات. الأهلي يستبعد تماما فكرة التفاوض مع سيف فاروق جعفر رغم تألق اللاعب مؤخرا وانتهاء عقده مع الزمالك، وذلك بسبب عدم الحاجة لخدماته. روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني يفكر جديا في ضم كهربا في المعسكر المقبل بعد ظهوره بشكل جيد مع الأهلي. الأهلي ينفي ما يروج له البعض عن توصية كولر برحيل رام ربيعة نهاية الموسم. هيثم فاروق نجم الزمالك السابق يطالب بضرورة استبعاد زيزو من مباريات الفريق القادمة لاستعادة مستواه. فيكتور جوميز يصبح رئيسا للجنة الحكام في جنوب أفريقيا عقب اعتزاله التحكيم. عمر كمال عبد الواحد يأمل في تجديد مفاوضات الأهلي لضمه في نهاية الموسم بسبب رغبته الشديدة في ارتداء تيشيرت الأهلي. بيراميدز يبدأ التفاوض مع أسامة جلال لتجديد عقده خوفا من استغلال الأهلي اقترابه من الانتهاء لضم اللاعب مجانا. الفيفا يتبرع ب$1,000,000 لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر. مارسيل كولر: الفريق عائد من مونديال الأندية ولعب في مستويات عالية واكتسب خلالها مزيد من الخبرات. ورغم صعوبة مواجهة الغد لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة. الفريق لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرا كما يقول البعض، خاصة في مواجهتي ريال مدريد الأسباني وفلامينجو البرازيلي في مونديال الأندية. الأهلي أظهر شجاعة في هاتين المباراتين وكان ند قوي وقدم كرة قوية وأداء عالي. الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية ولاعبي الفريق يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات. خطة المباراة تتغير من مباراة لأخرى وفقا للمنافس، لكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، ولاعبي لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف ولا يركزون إلا في المباراة فقط. مهاجمي الأهلي نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالي بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجمي الأهلي. ولا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص، لذلك لدي الثقة كاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم. محمد الشناوي: نحترم الهلال ونشكر الأشقاء في السودان على حفاوة الاستقبال. لقاء الغد سيكون صعب على الفريقين ونعرف المنافس جيدا واستعدنا له بشكل جيد، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المباراة غدا. الجميع في الأهلي يقدر نادي الهلال السوداني وجماهيره، والعلاقة بين الناديين وكذلك البلدين ستظل قوية. مدرب الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي: نخوض مباراة الغد بهدف النتيجة الإيجابية ولا شيء سواها. أثق تماما في اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة بطولية والقتال لتحقيق الفوز. نتشرف بخوض هذه المباراة على الرغم من غياب الجمهور كسلاح فعال، فالجمهور يمثل دعم ودافع كبير بالنسبة لنا، لكننا نعمل للخروج بنتيجة
إيجابية وإسعاد قاعدتنا الجماهيرية. عملنا على تصحيح كافة الأخطاء ونأمل في الظهور المشرف. الطيب مدافع الفريق عنصر مهم نفتقده في هذه المباراة للإيقاف، لكننا لدينا بديل مميز له. فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المريخ. الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة والفريق له ركلتي جزاء لم يتم احتسابهم، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا بعد المريخ السوداني. المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، ولا يزال أمامنا 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز بهم والتأهل للدور التالي. هناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء اليوم. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا تتوقع مين يسجل للأهلي في مباراة بكرة. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.